انت الجد؟ انا الجد. انت جده تمام. ماشي في اتجاه عكس. جاي عنده 14 15 سنه وماشي معاه واحد صاحبه راكب وراه بسكوتر ضخم اللي هو الغالي ده اللي هو ب 150,000 ولا ب 200,000 وماشي بسرعه قويه. وابني حفيدي ماشي في طريقه مودي طلب لزبون جاي من دليفري مودي طلب اكل عيشه. صاحبنا جاي بقى من السكه المعاكسه ركب عليه، يعني ركب عليه بسرعه جنونيه 8. طبعا الفنان احمد رزق حتى ما جاش ولا شفناه اصلا، هو وكيل اعماله اللي بالتليفونيه. انتوا عايزين ايه؟ وفي الاخر ايه بقى يقول ايه؟ في الاخر يقول لك انا بعمل كده لله، انا بعمل كده لوجه الله، انا معليش مساءله قانونيه، انا سالت المحامي بتاعي. حالة من الصراخ والغضب سادت في جنازة عامل الدليفري الشاب الذي لقي حتفه نتيجة حادثة دهس تسبب فيها عمر نجل الفنان أحمد رزق. وشهد تشييع جثمان علاء عماد الدين حضورا كثيفا من أهالي منطقة كرداسة في محافظة الجيزة المصرية وسط اتهامات للفنان بالتخلي عن علاج الضحية طوال ما يقرب من شهرين من ركوده في المستشفى. وانهارت والدة المتوفي وهي تصرخ مرددا أن ابنها البالغ من العمر 22 عاما كان بمنزلها العكاز الذي تتسند إليه، فيما اتهم شقيق الفنان أحمد رزق بعدم الوفاء بوعودهم في مساعدتهم وتوفير أفضل رعاية طبية لشقيقهم المجني عليه والتكلف بالعلاج كاملا عندما كان مصابا. وكشف شقيق الضحية عن مفاجأة أنه حين توجه مؤخرا لطلب المساعدة من الفنان أحمد رزق اعتذر منه وقال له بأنه يمر بضيقا ماليا اضطر إلى أن يبيع أساس الفيلا التي يملكها. وأضاف إنهم بسطاء يعانون قليلا ذات اليد وكان المتوفي معلمهم الأساس، وبدلا من زفافه إلى عروس شيع إلى مسواه الأخير. وتوفي مساء أمس الجمعة سائق الدليفري الذي صدمه عمر نجل الفنان أحمد رزق بدراجته البخارية، وذلك بعد شهرين قضاءهم داخل السجن. وكانت السلطة المصرية قد ألقت القبض على عمر بسبب سير عكس الاتجاه بدراجته البخارية على أحد طرق الواقعة غرب العاصمة المصرية القاهرة. ونقل سائق الدليفري إلى المستشفى وهو مصاب بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ، إذ دخل في حالة غيبوبة قبل أن يفاق منها، ولكنه توفي في المستشفى لاحقا. وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر مايو الماضي عند بلاغ للشرطة من أحد المستشفيات في 6 أكتوبر عن استقبالها لشخصية مصابة في حادث تصادم، أحدهم أصيب بكسور في الجمجمة والآخر بكسور في ذراعه.